الزمالك قدامه شهر من اتقل الشهور علشان نكمل الموسم على خير. 5 ماتشات في الدوري، ال5 ماتشات فيهم ماتش تقيل جدا اللي هو ماتش بيراميدز، والباقي ان شاء الله الزمالك بالمستوى اللي انا شايفه ده لو فضلنا كده انا ضامن ان احنا نكسبه. ماتش بيراميدز لو عديناه هيفرق معانا جدا. في نفس الوقت قدامنا ماتشين في الكونفدراليه، ماتش فيهم في رمضان واحتمال الماتش التاني يبقى في العيد او في اخر رمضان. فالزمالك قدامه ملحمه شهر مليان ماتشات مهمه كلها. طبعا انت خلاص دلوقتي ما بتنافسش اللي على دوري والكونفدراليه، لازم تركز فيهم هما الاثنين 100% عشان توصل اللي انت تجيبه، تكسب الماتشات دي كلها. كسبت الماتشات ده والله انا ضامن ان الزمالك يا هياخد دوري يا كونفدراليه يا الاثنين سوا. اهم حاجه ان احنا نركز في ماتش الكونفدراليه بتاع الذهاب بتاع اوتوهو، لان هو يبقى الساعه 3 قبل الفطار، يعني اللعيبه هتلعب وهي صايمه. الماتش ده يبقى اصعب ماتش. الفرق التانية كلها المصريه هتلعب بره ارضها بعد الفطار، والمصري يلعب على ارضه بعد الفطار برضه. فاحنا نركز في الحته دي وان شاء الله خير. هيبقى شهر كريم وشهر حلو قوي على الزمالك كمان، ربنا يكملها معانا على خير.